السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمص اللي هو الحلبسة الشتوي اللي احنا بنجيبها من على العربيات دي، بس هنعملها بقى ان شاء الله كده في البيت بطريقة مختصرة كده وسريعة وسهلة جدا جدا، ومفيش مكونات يعني يا جماعة، يعتبر هو بس نص كيلو حمص ب25 جنيه، هي دي كل التكلفة. هنبدأ بسم الله على بركة الله. معايا نص كيلو من الحمص، عاوزة انت تعملي اي كمية تعجبك براحتك، تقدري تعملي ربع كيلو، كيلو، نص كيلو، زي ما تحبي، بس انا يعني بالنسبة لي النص كيلو يعني ايه كويس جدا. انا نقعاه يعني ليلة كاملة، نقعته وغيرت ميته مرتين زي ما انت شايفة لحد ما تحسي ان الحمصايه دخلت على سوا من كتر النقع. تمام، هجيب بقى الحله بتاعتي كده، هكون حاطه فيها ميه زي ما انتم شايفين، ميه عاديه خالص من الحنفيه. هجيب بقى معايا هنا ايه بصلايه وكام فص ثوم وطماطمايه وفلفلتين حمر كده عشان يخلوا الميه بتاعه الحمص تحمر كده، ومعايا ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى كده البصلايه، بصوا انا هشقها كده زي علامة زائد من فوق، مش هقطعها عشان مش عاوزاها بقى ايه تتفرتك بقى في الحلة كده ومش هلم، لان انا مش اللي عندي ما بنحبش كده البصل يبقى كبير كده في الحاجة. والطماطمية بتاعتي دي اللي كانت عندي الوحيدة الغلبانة اليتيمة ديت، اخدتها كده وقطعتها. تمام. هتقطعي الخضار كله قطع كده ايه يعني هو مش الخضار كله حاجه، بيعتبر ما فيش الا الطماطميه والبصلايه والفلفل، هنقطعهم بس مكعبات، والثوم انا هحطه صحيح عشان بعد كده انا هنشله وانا بغرف الحمص، عشان بس الانتفاخ والكلام ده. عايزاه انت بتحبي طعمه وريحته نفاذه في الحاجه، حطوهم مفرومين، 4 5 فصوص توم حطوهم مفرومين، وتقدري كمان تفرمي الفلفل. تمام يا جماعة، بس عشان احنا لسه هنعمل خلطة تانية، انا حطيت الحاجات دي صحيحة كده بس عشان ايه تنزل كل الروايح والطعم الحلو اللي فيها. وجبت الليمونة كمان وعصرتها، وهنجيب كمان كده ايه 3 معالق ملح. تمام، علشان الحمص يستوى كده ايه يطلع مملح، مش عايزة الحمصية تبقى كده ايه دلعة. وكمان جبت ورقتين لورا حطيتهم كده ايه مع الحاجة. تمام كده، خدهم بس ارفعهم على النار لمدة 5 دقايق لحد ما يبدأ كده يعمل وش كده رغاوي، هقوم نازلة بالحمص بقى كده ايه مرة واحدة في الحلة. تمام، احنا بس دبلنا كده ايه الطماطم والبصل والحاجات دي، وهنزل بقى كده ايه بالحمص زي ما انت شايفة كده، واخد بس تقليبة واحدة كده علشان ايه انزل اللي فوق تحت. واجيب بقى الغطا واغطي عليها لحد ما يستوي، اول نص ساعة كده نار متوسطة، وكمان نص ساعة تانية نار هادية خالص. كده هو استوى معايا. جبت كده ايه معايا كوباية كده صغيرة او فنجان من الصلصة، وكنت جايبة كمان فلفلاية فرمها معاها، وكمان شطة وكمون. وكتري كمون لان حمص الشام يعني الكمون فيه حلو قوي قوي قوي، بدي تست عالي. تمام، وحط شطه زي ما انت عاوزه، انا حطيت بس معلقه صغيره من الشطه، وكمان معايا هنا ربع فنجان من الخل. وانا ما كانش كمان عندي ليمون كتير، هاتي كمان ليمونتين واعصريهم مع المقادير اللي انا حطيتها دي. تمام، شوفوا لونه غير كده وبدأ يتقل. هنسيبه برضو ياخد غلوتين كده لحد ما الصلصة برضو اللي انا حطيتها ديت تدي اللون المناسب، وبعد كده هنقفل عليه ونقدمه سخن. جينا بقى هنا بقى وقت التقديم، زي ما انتم شايفين لونه حلو ازاي، كمان يعني الكاميرا ظلماه خالص والله. إيه قدميه زي ما تحبي بقى، في كوبايات، في كاسات، في اطباق، اي حاجه زي ما تحبي. انا حطيت كده في الكوبايات الكبيره ديت اللي موجوده عندي، وكمان حطيت في الكاسات، بموت في الكاسات دي، بيبسي حلو حادق بحطه فيها، مش عارفه ليه بس انا بحبهم جدا. هم قدامي يعني، كانت ماما جايباهم لي من زمان كده من ليبيا وانا بحبهم. زي ما انتم شايفين ادي طريقة التقديم بتاعتي. طبعا بقى انت عاوزة تحطي دقة
عايزه تعملي شطه، تعملي اللي تعمليه، انت حره بقى ايه في حاجتك. الدقه بتجيبي فصين توم وتدقيهم وتحط عليهم وتشوحهم كده ايه في معلقه زيت، وبعدين بتنزلي عليهم بخل، وبعد كده شويه زيت وشويه هو كده كده يعني متحمر في زيت التوم، وتزودي خل وتزودي ميه وشطه وكمون، وتقدميها معاه بقى لو عاوزه تحطي معلقتين على الوش. يا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم، متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.